هل تجميل الأنف عملية ثابتة؟ هل الخطوات اللي فيها هي خطوات واحدة بنعملها لكل الحالات ولا كل حالة المفروض يكون ليها خطوات منفصلة؟ الحالة اللي معانا النهاردة نموذج هيفهمنا إن مش كل الحالات ينفع يتعمل لها نفس الخطوات أو نستعمل فيها نفس الخطة العلاجية أو الخطة الجراحية. تعالوا نشوف مع بعض المشاكل اللي موجودة في الحالة النهاردة وهنشتغل عليها إزاي أثناء العملية إن شاء الله. تفاصيل كتيرة مختلفة في الحالة اللي موجودة معانا النهاردة. لو بصينا هنلاقي ان فتحات الانف واسعة الى حد ما، كمان ارنبة الانف متدلية لاسفل زي ما احنا عارفين، عاملة كولوميلر شو او بتعمل ظل على الشفة العلوية. ده بيدي دايما انطباع بسن اكبر من السن الحقيقي. المشكلة الكبيرة قوي هي البروز اللي موجود في ظهر الانف. البروز ده جزء منه عظمي وجزء غضاريف، ده اللي احنا هنحاول ننحته اثناء العملية باستعمال الليزر او جهاز البيزو او الموجات الفوق صوتية. دعواتكم وننزل لكم النتيجة بعد العملية ان شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميله. الحاله دي زي ما احنا شايفين حاله بعنوان سحر الليزر في تجميل الانف. زي ما احنا شايفين صديقتنا اصبحت تمتلك جوهره مثبته في منتصف الوجه، ارنبه مرفوعه غير متدليه لاسفل، تم تقصير الانف لتعطي انطباع بسن اصغر. الارنبه بتعكس نقطه النور السايط عليها زي ما احنا شايفين، وشايفين مع بعض جمال ظهر الانف وازاي هو مقعر قليلا للداخل بعد ما كان محدب للخارج كثيرا. شكرا ليكم وفي انتظار تعليقاتكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام ان شاء الله.